فطار وغدا وعشاء ما يتشبعش منها بصراحة. الأكلات المصرية الأصيلة اللي كلنا بجد نفسنا بتروح لها في أي يوم كده بنكون محتارين نعمل ايه. لايك وشير كتير. أول حاجة بحضر طاسة وبسخنها كويس على النار وبنزل فيها ب3 معالق من الزيت. بعد كده معايا بصلتين كبار وبقطعهم قطع صغيرة على ايدي بالشكل ده، لا بشرتها ولا فرمتها في الكبة. هفضل اقلب فيها لحد ما البصل يدبل معانا وياخد اللون الاصفر الاشقر الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بكون محضرة كمية من الطماطم 3-4 حبات كده، واكون بشراهم بالمبشرة، مش بفرمهم في الخلاط، لا انا عاوزاهم مبشورين كده يكون فيهم قطع بالشكل ده. بنزل بيهم على البصلة واقلبهم مع بعض كويس قوي كده، اهم حاجة يمتزجوا مع بعض. وبنزل عليهم بربع كوباية من المية وبغطيهم لما يتسبكوا شوية. عبال ما يتسبكوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. بحضر 3 حبات من البيض، عاوزة تزودي البيض دي حاجة ترجعلك انتي. بعد كده بس انا بعملها ب3 بيضات كافية قوي للوصفة وللصينية اللي هتشوفوها. بربهم كويس قوي وبنزل بقى عليهم بملح وفلفل واي مرق بهارات عندك او مرقة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من الدقيق ونص كوباية مشكلة من الخضرة الشبت والبقدونس والكزبرة. هقلب كل الخليط القمر ده مع بعض واروح بقى على التسبيكة بتاعتنا اللي احنا سبناها 5 دقايق، هتكون اتسبكت ونشفت وشوفوا قوامها عامل ازاي. بسيبها تهدى شوية وبنزل بقى بالتسبيكة بتاعتنا دي على الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. وما تخافوش البيض مش هيستوي ولا حاجة. اول ما بننزل بالخليط، اول ما بننزل بيها على الخليط بنقلبها على طول كويس قوي بالشكل ده. اهم حاجة تقلبي كده على طول لحد بقى ما كله يمتزج مع بعض. وبكده بقى اكون عملت احلى غدوة شعبية مصرية كلنا بنحبها. انا كاسماء فطار وغدا وعشاء بصراحة عادي ما بشبعش منه. بحضر طاجن وبدهنه دهنة من الزيت كده وبنزل بقى فيه بالخليط. وطبعا الطاجن كبير او صغير براحتك خالص، انتي عاوزاها عالية عاوزاها زي ما انا عملتها كده برضو براحتك. بدخلها الفرن على درجة حرارة 210 دقايق من تحت بس، وبتطلع معايا بالشكل القمر ده. وبكون كده عملت احلى صينية عجة مصرية مشبعة، وجبة مشبعة جدا جدا. طبعا عاوزة تزودي لها مع الخليط اللي عملناه على البيض فلفل الوان وفلفل اخضر براحتك خالص وفلفل سبايسي، بتطلع بالشكل الحلو ده. بحضر جنبها بقى شوية مخلل وشوية عيش بلدي كده تكوني مقمراه على النار، وبتبقى احلى غدوة او عشوة براحتك خالص. طبعا السمك بتاعها على حسب انتي بتحبيها ايه، ممكن تعمليها في صينية 24، انا عملتها في طاجن كبير لان انا بحبها كده. شايفين لونها وجمالها عاملة ازاي؟ وبكده يكون وصفتنا انتهت، ويا رب يكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم لانها اكلات مصرية جميلة قوي. انتظروني في وصفات جاية.